دلوقتي بقت موضة قوي، كل الناس انتربرينور سي او، كله بقى كل واحد بيبتدي معدي حاجة. ففكرة كلنا المفروض نبقى انتربرينورز، ولا دي مش حاجة لكل الناس؟ يعني في ناس فعلا عندها القابلية دي، وفي ناس أسلم لها انها تمشي في الكوربريت لايف الستريم لاين. هي انا بالنسبه لي هي كومبينيشن من كذا حاجه، يعني ماهيش فيري ستريت فورورد انسر. جزء منها هو بيرسونال، الشخص نفسه، بتعتمد على الشخص نفسه، قد ايه الريسك اللي عايز ياخده والمخاطره، قد ايه هو عنده اصلا حاجه عايز يعملها خاصه بيرسونالي ليه، لانه مش اي حد بيعرف يعني بيشتغل على حاجه، يعني لازم يبقى برضه مرتبط بيها الى جزء كبير منها ارتباط بالشخص نفسه، يعني عشان يقدر يستمر بقى ان هو يعمل الافورت والشغل والمجهود اللي بياخده اي انتربرنور عشان يشتغل. هو الناس ممكن تبقى فاكره ايه، الله جميل انتربرنور وهكذا، بس قد ايه شغل، وقد ايه كل يوم انت عندك ابس اند داونز، وكل يوم عندك ستريس وبريشر كتير جدا. بس الريورد بتاعها انها حاجه انت مهتمه بيها، او حاجه بالنسبه لك انت شايفه ان انت ممكن تكرسي وقتك او حياتك ليها للفتره دي. فهي مش بتعتمد على الشخص بس، كمان حاجه تانية هي بتعتمد على الوقت. يعني امتى ابدا الحاجه اللي انا عايز ابداها؟ ممكن انا اقول لك ان انا كنت عايز اعمل اللي انا عايز اعمله ده من زمان جدا، بس ما كانش الوقت مظبوط، فقعدت افكر كتير امتى الوقت اللي بالنسبه لي انا كجبله هيبقى وقت ده هو ده الرايت تايم، وده حاجه بيرسونال جدا.